يا صباح الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج دوري المحترفين، وميعادنا النهاردة مع الجولة الجديدة من الدوري المصري. معاكم حازم جمال. النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي والداخلية ومباراة الزمالك وإنبي، وهنبدأ مباراة الأهلي بما إن هي كانت المباراة الأولى. الحقيقة الأهلي النهاردة اكتسح الداخلية بنتيجة 4-1، طبعا بعد عودة الثقة تاني للاعبيه وزيادة الثقة بالنسبة لمدربيه، لمدربه كولر. بعد مباراة السوبر وبعد الفوز، الأهلي بدأ بقوة شرسة من أول الدقيقة الأولى وأحرز هدف التقدم بالنسبة له. والحقيقة كان نجم المباراة هو كريم فؤاد، ويمكن أنا قلت كده الحقيقة من أول جولة لما قلت إن كريم فؤاد نجم صاعد هايل جدا. وأعتقد إن الأهلي وكولر لقى ضلته في كريم فؤاد، لأن دايما الأهلي كان بقاله كام سنة محتار في الجناح الأيمن ما بين بيرسي وحسين الشحات. واعتقد ان حسين الشحات دلوقتي فرصته بدأت تتضاءل جدا، ومش بعيد نلاقيه يعني انتقل لفريق تاني في يناير. لان الحقيقه كريم فؤاد يعني عامل شغل كويس جدا، بيقدر يخترق، بيقدر سريع مهاري، عنده ثقه في نفسه جدا، مش طماع عند الجون، وفي نفس الوقت بيقدر يصنع هجمات لنفسه وبيقدر يجيب اجوان. والحقيقه الهدف الاخير اللي كان هيبقى الهدف الخامس النادي الاهلي كان هدف جميل جدا، لكن للاسف كان اوفسايد. لكن الاهلي بشكل عام ادى مباراه هايله جدا جدا. ما اقدرش اقول ان الاهلي كده وصل للمستوى اللي بيرجوه جماهيره، لا لسه يا جماعه. لسه كولر بدا يحط ايده على التشكيل وبدا يعني لعيبته تفهم الخطه بتاعته، لكن مازال لسه كولر والاهلي قدامه شويه عشان نقدر نقول ان الاهلي اصبح الان الفريق الخطير القوي. وخلينا نقول برضو ان الاهلي لسه ما دخلش في احتكاكات قويه في افريقيه واحتكاكات قويه بالدوري المصري. لسه الدوري المصري بيشد يوم عن يوم، فما نقدرش نقول ان الاهلي وصل للفورمه الرئيسيه بتاعته. ولكن الاهلي على الطريق الصحيح، ده اللي انا قلته من جولتين ثلاثه. الاهلي فعلا بدا يحط ايده على التشكيل، بدا يحط ايده على الخطه، بدا المدرب يفهم لعيبته ويفهم امكانيات لعيبته، وبدا كمان اللعيبه نفسها تكون عندها ثقه في المدرب بتاعها. ويمكن ده الحقيقه يعني فوز الاهلي بالسوبر ادى للاهلي ولاعيبته وجماهيره الثقه في الفريق، وخلاهم ان هم يعودوا بالشكل الصحيح. لسه الاهلي بقى عنده بعض شويه الاخطاء الدفاعيه، لان الداخليه يعني مش عايز استهون بيه واقول فريق ضعيف ولا فريق قوي، لكن كان قدر يوصل كذا مره ويهدد النادي الاهلي واحرز هدف. فلسه الدفاع محتاج ان هو يكون متماسك شويه. النقطه كمان المضيئه جدا حمدي فتحي النهارده يعني يمكن من المرات القليله جدا اللي بنشوف انه بيقدر يسجل اهداف. حمدي فتحي الراجل اكتشفه في نص الملعب في مكان جديد، بيقدر يكمل من نص الملعب واحرز هدف يعني من متابعه، من تسديده يعني اعتقد كانت لكريم فؤاد. وده دليل على ان حمدي فتحي النهارده بيلعب دور مختلف، وبدا الكولر يعمل توليفه مختلفه وتوليفه جميله من قائمه الفريق. ده كده كان بالنسبة لمباراة الأهلي والداخلية، وحصد 3 نقاط كاملة بعد الجولة الثالثة. وأعتقد كده يبقى الأهلي هو الأول على الدوري تمام بفارق الأهداف. النقطة التانية بقى هنيجي نتكلم على الزمالك وإنبي. طبعا الزمالك خارج مجروح شوية من السوبر، وبدأت الثقة عنده تهتز شوية في لعيبته، ويمكن ده لاحظناه ان برغم ما زالت الخطة يعني اللي انا مش معجب بيها جدا من فيريرا، وهي 3-5-2 اللي بتعتمد دفاعيا اكتر وهجوميا الزمالك مبقاش شرس. ولو ان الزمالك المره دي كان شرس بشكل اكبر، لكن الحقيقه كميه اهداف مهدره بشكل غريب جدا من الفريق كله، بما فيهم حتى زيزو اللي انا شايف انه مستواه يعني اتهز شويه نتيجه تغيير الخطه وتغيير القوام كل مره وتغيير مهامه في الملعب. يعني الراجل كده ما بقاش عارف هو بيلعب وينج يمين ولا شمال ولا مهاجم تاني. فالحقيقة أنا شايف إن الزمالك محتاج إن هو فيريرا يعيد تفكير تاني في الخطة. لكن ما ننساش طبعا ان الزمالك النهارده يعني اصبح عنده مستشفى الزمالك، يعني بدايه من الونش واحمد فتوح ودونجا ومؤخرا كمان شيكابالا وابراهيم نضاي وسامسون، ومجموعه لعيبه كبيره جدا جدا من قوام الفريق الرئيسي غابت عن الزمالك. وطبعا بالاضافه لغياب امام عاشور لاسباب فنيه او اسباب تربويه بصرف النظر، المدير الفني هو استبعده.
لكن الحقيقة أنا شايف نُقط مضيئة جدًا إن الزمالك في مجموعة الصفقات اللي هو جابها يعني عاملة أداء كويس جدًا، جدًا، وعاملة إضافة كويسة جدًا، جدًا مع الفريق. لو اتكلمنا في عمرو السيسي بدأ ماتش عن ماتش يزيد، مصطفى شلبي صفقة هايلة جدًا ومحتاج الراجل يظهر بإمكانياته، حتى مصطفى الزناري مأدي بشكل هايل جدًا. عمر جابر لازم أقول عليه صفقة ولو إن هو من أبناء نادي الزمالك وياما لعب في نادي الزمالك، لكن الحقيقة الراجل في أي مكان بيأدي في جناح يعني باك يمين، باك شمال، خط النُص. الحقيقة عمر جابر ما بيتأخرش تمامًا عن تنفيذ التعليمات وبينفذها بالشكل الأمثل بالنسبة لإمكانياته. لكن أنا ما زلت شايف إن توليفة الفريق محتاجة طبعًا اللعيبة اللي غايبة ترجع وتكون موجودة بشكل كويس، وكمان الزمالك وفريرا يبتدي يلعب أنا شايف بخطة تانية. ما فيش داعي للإصرار على 3-5-2 لأن هي ما لهاش شراسة هجومية بشكل قوي، وأعتقد الزمالك ممكن يقابل صعوبات شوية في أفريقيا نتيجة الخطة دي. ولكن فيريرا دايمًا عوّدنا إن هو بيقدر يشكِّل الخطة وراجل يعني flexible مرن، بيقدر إن هو يلعب ب3-4-3، 3-5-2. خطته قبل كده في 2015 كانت 4-3-3. فهو بيشوف إمكانيات لعيبته وبيحاول إن هو يأدّيها بالشكل الأمثل يعني. عامةً مش عايز جماهير الزمالك تقلق، ما تحاولوش تقارنوا ما بين الزمالك السنة دي والزمالك السنة اللي فاتت، لإن قوام الفريق كلّه معظمه اتغيّر جدًا. فيريرا نفسه هو يعتبر مدرب جديد على اللعيبة، لسه بيكتشف إمكانيات اللعيبة ولسه بيشوف الخطة الأمثل. فما تستعجلوش واصبروا. وأعتقد التوقف اللي حاصل دوّة يمكن هيفيد الزمالك أكتر من الأهلي، لإن الأهلي كان بدأ يلاقي طريقه وبدأ إن هو يمشي على المسار الصحيح، لكن الزمالك محتاج إعادة ترتيب البيت من جوّه. نُقط أخيرة، الحقيقة أنا ما زلت لسه متعجب جدًا، جدًا، جدًا من التصوير السيء القنوات التلفزيونية لمباريات الدوري. يعني يا جماعة حرام عليكم، إحنا بنتفرّج على ماتشات أوروبا وماتشات الدوري الإنجليزي والفرنسي وبنتفرّج على أفضل quality. فما ينفعش إن إحنا نرجع خطوات لورا بالشكل ده. يعني إحنا عايزين نتطوّر ونطلع خطوات لقدّام. والحقيقة من لغاية دلوقتي ما فيش أي مسؤول إعلامي صرّح وقال السبب ده إيه وإمتى المشكلة دي هتنتهي. فيعني أتمنى إن إحنا نرجع تاني لتقنية الHD، وإحنا محتاجين مصورين محترفين وكاميرات محترفة تبقى موجودة في أماكن يعني محددة معروفة في كل مستويات العالم، عشان يقدر الحكام إن هم ياخدوا قرارات صحيحة، ويقدر كمان مخرج المباراة ينقل الموضوع بشكل أمتع. خسارة الدوري بتاعنا من سنة لسنة بيتحسن وبيبقى دوري أقوى، وإحنا ما زلنا لسه الحقيقة يعني بنهمل في التصوير، ودي أقل حاجة. النقطة كمان التانية، يعني كويس جدًا إن الحكام بقى عندهم تعليمات إن هم يمشّوا اللعب بشكل أسرع ومش كل حاجة يحصل عليها فاولات. لكن يا جماعة في فاولات يعني واضحة جدًا وبتبان جدًا والحكام ما بتحسبهاش. فده شيء غريب. يا جماعة يعني لأ، يعني هو مش لا كده ولا كده، لازم إن إحنا نكون محترفين بشكل أفضل. شكرًا ليكم، وده كان حلقتنا النهارده، وإن شاء الله أشوفكم الفترة اللي جاية مع حلقة جديدة من دوري المحترفين. كان معاكم حازم جمال، شكرًا وصباح الفل عليكم.